لميس الحديدي هترجع لعمرو أديب وهيتجوزوا تاني. ازاي ده حصل وايه الحكاية؟ خلينا بس في البداية نفكركم ان عمرو أديب طلق لميس الحديدي من شهور، وده بعد ما ارتبط بسيدة الأعمال دينا طلعت، واللي طلبت منه انها تكون الزوجة الوحيدة في حياته. كمان لميس لما عرفت بعلاقتهم كانت أكبر صدمة في حياتها، مش بس لأن جوزها حب واحدة تانية، لا، لأنها كمان كانت صاحبتها وصديقة مقربة ليها. لميس طول الفترة اللي فاتت بتحاول تتخطى أزمة الطلاق، سواء بشغلها أو بالسفر، وكمان الخروج مع أصحابها وحضور الأفراح والمناسبات المهمة. أما عمرو أديب فطلع كذا مرة على الهوا وقال إن الحب جميل وبيغير الإنسان، وطبعا كلامه ده عرضه لانتقادات كتير جدا، والناس اتهموه وقتها انه مش حاسس بمشاعر لميس. حتى في خطوبة ابنهم الوحيد كانوا متجاهلين بعض تماما وتصوروا بس مع بعض الصور الرسمية. ورغم كل ده لميس ما طلعتش مرة اتكلمت عن اللي حصل ولا عن شعورها بعد الطلاق، بس ظهرت في بودكاست واحد وقالت ان اهم حاجة ان الست تكون مستقلة ماديا بعد الطلاق. الغريب ان خلال الاسابيع اللي فاتت كان في اخبار كتير جدا منتشرة ان عمرو اديب هيتجوز خلاص من دينا طلعت، لكن المفاجأة بقى لما الصحفي المعروف اشرف شرف واللي قريب جدا منهم قال مفاجأة محدش يتوقعها ابدا، وهي ان لميس وعمرو هيرجعوا لبعض قريب جدا، وان محاولات الصلح بينهم نجحت، واللي اتدخل فيها ناس كتير زي إلهام شاهين وهالة صدقي. الأيام اللي جاية بقى هتبين إذا كان كمان انفصل عن دينا طلعت ولا بيقنعها إنها تكون الزوجة التانية. انتوا بقى شايفين إن لميس الحديدي المفروض توافق وترجع لعمرو أديب ولا لأ؟ شاركونا بالتعليقات.